السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في توتوريال جديد هنتكلم ازاي ممكن ننزل الانفايرمنت بتاعة الرياكت عندنا على الجهاز بتاعنا، وازاي ممكن نبدأ نكريت نيو رياكت ابليكيشن، كل التفاصيل بتاعته. الفيديو ده هيبقى متقسم على جزئين عشان بس نبقى فاهمين الدنيا مع بعض، لان الرياكت جي اس طوروا الموقع بتاعهم. تمام، فبقى بدل react جي اس دوت اورج زي ما احنا فاتحين كده، ده القديم، بقى بعد كده عمل واحد تاني جديد بقى له مدة صغيرة اسمه react دوت development او dev. تمام، اللي هو هتلاقيه عندنا، انا فاتحه لكم برضو هنا في الجنب اهو. انا هسطب بالطريقتين عشان الناس اللي لسه مش واخده على الشكل الجديد. تمام، يلا بينا نبدأ. هدخل على الويب سايت الطبيعي اللي هو القديم اللي احنا ماشيين فيه في الدوكيومنتيشن، هو نفسه اهو بيقولك خلي بالك ان حدث تطوير. هروح على create a new react application. اول ما تبدأ تشتغل بيه خلي بالك هيقولك لازم تنزل الانفايرمنت او البيئة بتاعة العمل اللي هتساعد الرياكت انه يشتغل. بيئة العمل اللي يستخدم فيها الجافا سكريبت اللي هي ايه؟ اول حاجة النود. لازم يبقى عندك نود على الجهاز بتاعك، نود دوت جي اس. نود دوت جي اس ده بيجاب منين؟ لو حضرتك كتبت نود جي اس هيطلع لك ويب سايت اهو node.js.org، تقدر تنزل بيه الانفايرمنت بتاعه الجافا سكريبت. النود جي اس هو كروس بلاتفورم جافا سكريبت انفايرمنت. يعني ايه؟ يعني بيئة العمل، اللايبرز اللي انا محتاجاها عشان اشتغل بيها في اي ابلكيشن من الابلكيشن اللي بتحتاج ترن بلايبرز زي الرياكت مثلا، الانجلر، الفيو، الكلام ده كله. تمام، لما تيجي تنزل النوت بيبقى عندك تو فيرجنز، واحد اسمه LTS وده مثلا 18.15.0، والتاني الكرنت 19.8. هتنزلي انهي او هتنزل انهي؟ اكيد هنزل 19.8 لان ده الجديد. مش غلط، بس نصيحة ليك والناس الجيمرز هيبقوا مستوعبين كلامي شوية، دايما بتنزل الفيرجن LTS اللونج تيرم سبورت. لونج تيرم سبورت ليه؟ المشاكل اللي فيه قل، ما بيبقاش فيه باجز، بتبقى الناس كلها جربته فبتبقى الدنيا فيه تمام. ده ممكن تلاقي لسه فيه بجاية اتنين، مش كل الناس جربت كل الحاجات اللي فيه. تمام، اول ما حضرتك هتعمل عليه كليك ان هو ينزل، انا كده كده مسيباه عندي يعني، بس انا هوريكم. هينزل فايل MSI. تمام، نزله بقى في اي حتة، احنا مش مشكلتنا كده دلوقتي، انا عايزاك بس تبص عليه كده وهو بينزل. مراحل الانستليشن بتاعته زيه زي اي فايل exe اهو، هتدوس عليه. تمام، مفيش مشاكل، هيبدأ ينزل معاك. كده كده انا عندي، فانا مش دي المشكلة، انا هسيب البرنامج يبدأ يشتغل وخلاص. وهو بينزل انا اللي يهمني هنا تركاية صغنططة كده في النص، حتى انا بعد كده ممكن اكنسل الانستليشن لان هو عندي. تمام، هو بيبدأ يخلص الكونفيجريشنز بتاعته ويشوف الحاجات الريكوايرد على الجهاز بتاعك. الموضوع ده نسبيا ممكن يكون بياخد وقت سيكا، فهتستنى بس على الجهاز بتاعك شوية عشان الدنيا تبقى شغالة فيه كويس. اثناء ما النود بينزل بتجهز الاديتورز اللي حضرتك ممكن تقدر تشتغل عليها. اديتورز كتيرة ممكن تشتغل عليها، اخفها والطفها VS كود. تمام، طيب انزله منين مع بين ما النود يخلص التفاصيل بتاعته؟ تمام، هو باي ذا واي النود خلص اهو، هقول له نيكست، خلينا نرجع للنود، اكسبت. تمام، ينزل في السي زي ما هو. اوكي، انا عايزاك هنا دايما تتشك على automatically install necessary tools، هي دي اللي انا عايزاها. وبعد كده كمل الانستليشن بتاعتك بشكل طبيعي. وانس ان انت هتفضل تقول نكست انستول، هتلاقي الدنيا بقت تمام وبدأ خلاص يشتغل تمام عندك. الظريف في الموضوع هيفتح بعد كده شاشة سودة زي شاشة اللي هي الكوماند لاين او السي ام دي، سيبه، وهيقولك press any key to continue. تمام، خليه يكمل معاك. اثناء بقى ما هو بينزل هوريكم الفي اس كود بالمرة اهو، في اس كود او فيجوال ستوديو كود اهو. احنا هننزل الازرق اللي هو اللايت فيرجن ده. نايس اهو، انا برضو منزلاه عندي ومجهزاه، ده حضراتكم هتنزلوه تخلوه عندكم. هسيب لكم اللينكات دي في الكومنتات، لا في الديسكريبشن انا اسفه، وتبقوا تاخدوها لو حد اوريدي محتاجها. تمام، حلو. يبقى دلوقتي الفي اس كود ينزل، النود انا سايباه اهو يكمل الانستليشن بتاعه وخلاص. اتفقنا؟ طيب، بما ان النود بينزل وبياخد وقت شويه، فانا هعمل بوز بس للفيديو وانا بسجل مع بال ما يخلص وارجع لكم تاني.
خلاص النوت دلوقتي نزل والدنيا بقت تمام. جهزت فولدر لينا اهو سميته lecture record. هدخل جواه عشان اقدر اشغل بقى الرياكت واخليه هو يبدا ينستول اللايبرز اللي محتاجها. عندي مدرستين او طريقتين، يا اما تقف هنا كده في الفولدر اللي انت عايزه وتدوس شيفت ورايت كليك، تمام، فتفتح حاجه اسمها open PowerShell window here. open PowerShell هيفتح لك شاشه زرقاء كده بس جايبه اللوكيشن ده، يعني هيكتب لك بصوا المكان اللي احنا فيه اهو في الدي كذا 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 وهكذا. اقدر اشتغل بقى براحتي. اعمل ايه؟ اقوم قايله له nbx create dash react dash app space، سميه اي حاجه my dash test app، انا عايزه اسميه كده، تمام. السطر ده بقى انا جبته منين؟ قبل ما اعمل انتر او اي حاجه اخدكم معلش تاني على الموقع بتاعنا اهو nbx نود باكج مانجر. nbx او بعض الناس ممكن ما تشتغلش معاها تكتبها nbm، بعض الناس التانية ممكن تكتبها يارن، وهنتكلم على فرق الفيرجنز دي في فيديوز جاي. بعد كده create react app، create react application، اسم الابليكيشن my dash app. حلو قوي. اللي ما بيحبش شاشة الباورشل انا once اني عملت انتر هيبدأ يعمل creating للابليكيشن وهوريها لكم. طب انا ما بحبش شاشة الباورشل دي، في حل تاني يبقى يا اما لو الحل ده تدوس انتر يبقى احنا تمام، لو مش ده تمام ارجع على الفيجوال، هتعمل فايل اوبن فولدر، لازم تسلكت الفولدر اللي شغال فيه. هختار اللي انا مسمياه اهو lecture record، ده فاضي مفيهوش حاجه اهو. ومن جوه بقى الفيجوال هفتح تيرمينال نيو تيرمينال، هكتب نفس اللي انا كتبته. ما بعرفش اكتب مفيش مشاكل خالص، خد السطر ده السطر الاول بس كوبي وروح بيه كده في الفيجوال اهو. حضرتك واقف كنترول في واعمل انتر، استنى عليه شويه هتلاقيه بيعمل انستول لابليكيشن. هنا كده هيتكريت فولدر اسمه ماي داش اب، تمام. انا ما غيرتش الاسم، سميه كوكو ميمي، سميه زي ما تسميه اهو. هيتكريت هنا حلو كده، هيتحط جواه فولدرات هنتكلم عليها كده واحنا ماشيين دلوقتي. ماشي كلام؟ الابليكيشنز نجرب كده. ايوه انا ما عملتش ابديت بقى معلش. هوقف بقى الفيديو كده معلش اعمل ابديت وارجع لكم تاني. اهو زي ما حضراتكم شايفين هيبدأ ينزل عادي. انا بس معلش عشان الفيرجن عندي كان قديم بقاله مدة عملت له بس ابديت. عندكم مش هيحصل الموضوع ده ان شاء الله، هتلاقوه اهو خلاص بينزل معاكم بطريقة طبيعية. ماشي، هعمل بس بوز للفيديو عشان هياخد وقت مع ما يبدأ ينزل. بصوا هيكريت فولدر اهو اسمه ماي داش اب، انا ما كريتهوش ويبدأ يشتغل جواه، وارجع لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. يلا بينا رجعنا تاني. اسفه لو الفيديو مطول شويه. عرفت منين ان هو خلص؟ اول ما طلع لي هابي هاكينج. انا كده تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هو هنا بيقول لك ان هو بيقترح عليك ان انت الخطوه اللي بعد كده تبدا تدخل في سي دي ماي اب. مش فاهم. لو رحنا على السايت عندهم هنلاقيه بيقول لك نفس الاداء اهي سي دي ماي اب npm ستارت. تعالوا نفهمها واحده واحده كده ببساطه. دلوقتي انا واقفه فين؟ واقفه اهو في الكورسز في كذا كذا كذا، محتاجه اقف في المكان اللي هرن فيه الابليكيشن بتاعي، فمحتاجه اقف في اسم الابليكيشن في الفولدر ده اهو. فكل اللي هعمله هاخد السطر ده لو ما بعرفش اكتب بايدي اهو واعمل له برنت هنا، او اكتبه سي دي ماي داش اب عشان انا اسم الابليكيشن كده. هتلاقيه بص حضرتك دخل هنا. كل اللي هتعمله هتبدأ ترنه على البراوزر. يعني ايه؟ يعني تبدأ تشوفه على البراوزر بتاعك بقى، يفتح على اللوكال هوست بتاعك. فتكتب npm نود باكج مانجر ستارت. هياخد وقت شوية مع بال ما نستارت، هسيبه يستارت وارجع لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل بإذن الله مع بعض.